ومعنا في الاستوديو وائل فطوش الإعلامي الرياضي. صباح الخير وائل، أهلا بك معنا في صباح جديد. قبل أن ندخل بالفعاليات الثقافية والتراثية، دعنا نتكلم عن ما دار على الملاعب بالأمس. كيف هو تعليقك على المباريات التي جرت بالأمس، خصوصا قطر والسنغال؟ نعم، صباح الخير أولا. صباح في الخير. حقيقة الأمر لقاءات يوم أمس يعني كانت نتيجة مخيبة بالنسبة للمنتخب القطري. كانت الآمال كبيرة على أن يكون النجاح التنظيمي يرافقه طبعا نجاح رياضي. للأسف الشديد المنتخب القطري لم يكن حاضر في المباراة كما جرى الأمر يعني في اللقاء الافتتاحي. ما أسباب ذلك سيد فطوش؟ يبدو أن هناك نوعا ما ضغط نفسي رهيب على اللاعبين. لاحظت خلال كل المباراة وحتى اللقاء الماضي هناك نوعا ما اللاعبين في حالة نفسية غير جيدة. هناك تكبل في أداء اللاعبين. لا يوجد يعني تلك يمكن كان الرغبة. ينقصهم كما ذكر بعض المعلقين الرياضيين الجرأة والتكتيك، وكان في أيضا وضع المسؤولية على المدرب بأنه يمكن اعتمد 12 أو 13 لاعب، أو كان في سوء إدراك للتكتيك وللجهوزية. نعم، وربما الإعداد المبالغ فيه وفترة التربص المغلق كانت سبب، وأيضا قلة الخبرة والضغط النفسي الرهيب. يعني كل عوامل ساهمت في أن يكون المنتخب القطري بهذا الظهور الباهت. ولا ننسى المنتخب القطري أيضا أول مرة يشارك في كأس العالم وفي أراضي القطرية. كانت انتظارات كبيرة جدا. هناك من كان ينتظر أن يكون الأداء مثل المنتخب القطري كما هو مستوى التنظيم، لكن خيبة الأمل كانت كبيرة. ربما المشاركة الحالية فرصة ليتعلم صحيح. المنتخب القطري في قادم المناسبات، خاصة أن هناك كأس آسيا قادم في 2023. طيب، منتخبان عربيان سيلعبان اليوم، المنتخب التونسي وأيضا المنتخب السعودي الذي فاز في آخر مقابلة له على الأرجنتين بهدفين لهدف واحد. حظوظ هذان المنتخبان. طبعا اللقاء الأول سيكون بالنسبة للمنتخب التونسي في مواجهة أستراليا. المنتخب التونسي حقيقة عاد بنتيجة إيجابية جدا من اللقاء الأول، منتخب رهيب، منتخب كبير مثل المنتخب الدنماركي. لكن تبقى الحظوظ أن لقاء المنتخب الأسترالي ليس أسهل من لقاء المنتخب الدنماركي، لأن هذا اللقاء هو الأهم. هناك فرضية وحيدة وهي الانتصار إن أراد نصر قرطاج العبور للدور الثاني. المهمة ليست سهلة. الكنغر الأسترالي يبحث عن التعويض بعد الهزيمة أمام منتخب فرنسا. حسابات المجموعة لحد الآن معقدة، لكن تبقى الآمال كبيرة، خاصة إن فازت تونس على أستراليا وربما فوز فرنسا على الدنمارك قد تكون مهمة العبور أسهل نسبيا. على كل وقت راح نتابع سوا اليوم بعد الظهر. نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية. ضعنا في أجواء الفعاليات إن كان الثقافية والتراثية المصاحبة للمونديال، وماذا عن نسبة الحضور الكبيرة جدا والتي شهدناها على المدرجات؟ نعم، يقول الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي: رغم الداء والأعداء سأحلق كالنسر فوق القمة الشماء. اليوم قطر فرضت نفسها على الجميع بأن الحضور القياسي في الملاعب أكد أن دولة قطر جاهزة رغم كل الاتهامات، رغم كل محاولات إفشال المونديال من أطراف مختلفة التي حاولت لحسن الحظ حاولت في الدقيقة الأخيرة إفساد المونديال، ولكن كل شيء كان على ما يرام. وربما الحضور في لقاء السعودية الأرجنتين، الحضور أيضا في لقاء الافتتاح واللقاء الأخير بين البرازيل وصربيا في استاد لوسيل أكد أن هذا المونديال ناجح من كل الجوانب، من جانب الحضور الجماهيري ومن جانب السلس في دخول الجماهير للملاعب والتنقل بوجود بنية تحتية رياضية مميزة، خاصة شبكات المترو وكل شيء. يعني في قطر جاهز لتقديم مونديال استثنائي وتاريخي. وبالتالي تتوقع مثلا أن أعداد الحضور من المشجعين وغيرهم سيزيد خلال الأسابيع المقبلة؟ أكيد أنه عدد الحضور سيزيد، لأنه في هناك ربما بعض الأخبار تقول هناك رحلات قادمة لدولة قطر في قادم المواعيد، خاصة مع تقدم الأدوار. التحدث عن اللقاءات الحاسمة مثلا ثم نهائي، ربع نهائي، نصف نهائي. أكيد الحضور سيكون أكبر بكثير من الحضور الحالي، مع ربما اللقاءات الكبرى مثلا نصف النهائي والنهائي أكيد سيكون الملعب يعني على آخره. بطبيعة الحال الشيء الجيد والإيجابي في هذا المونديال أنه كان مونديال يعني بطابع خفيف وبطابع ثقافي مميز في أكثر من جانب، ليس فقط الجانب الرياضي. نعم، نتحدث إذا عن هذا الجانب الثقافي والتراثي. يعني قطر قدمت الحضارة العربية والإسلامية بأبهى حللها. يعني أنا امبارح يعني رحت زرت بعض المناطق لأول مرة، فعلا دهشت يعني بهذا. يعني بتصير بتحب
بتحب إسلاميتك، بتحب عروبتك من بعد ما تشوف المظاهر الجميلة. حدثنا يعني عن الفكرة والرسالة من إظهار للعالم الغربي وأيضا العربي وللشباب والشابات هذا الجانب الجميل. نعم، في حقيقة الأمر من بداية من قبل حتى الحفل الافتتاحي لحفل الافتتاحي لهذه الأيام بالنسبة لكأس العالم، قطر قدمت الدين الإسلامي دعنا نقول والهوية العربية بطريقة ذكية جدا، بطريقة بسيطة تؤكد العالم أن الإسلام هو دين التسامح والرحمة والتواصل بين الشعوب وليس العكس تماما. عكس الصورة التي يريد الإعلام الغربي أن يسوقها على الإسلام كونه دين تحارب، لا، الدين الإسلامي هو دين رائع جدا، دين التقارب بين الشعوب والتعايش بين الأديان رغم كل المحاولات. كانت الطريقة في حفل الافتتاح رائعة جدا. كانت الطرق أيضا من ناحية يعني مثلا لقاء أمس كانت هناك فتاة محجبة صغيرة أمام اللاعب المنتخب الإنجليزي هاري ماغواير، والرسالة كانت لطيفة ورائعة جدا بطريقة ذكية دون التوجه إلى منابر إعلامية والحديث. يعني كانت أساليب رائعة جدا. الآيات القرآنية والأحاديث النبوية موجودة في كل مكان من الدوحة مع التفسير مع كل شيء. هذا وتفاعل الأجانب أيضا نعم، لأنه مع هذه الأجانب لا يعرفوا الإسلام. رائع. كانت فرصة للاكتشاف حقيقة، فرصة. وحتى بالتنقل في شوارع الدوحة تعرضت لبعض الأسئلة من بعض القادمين إلى قطر، وكان هناك يعني قبول كبير جدا لهذا الأمر. فحقيقة قطر نجحت بشكل إيجابي في موضوع التسويق الرائع للهوية العربية الإسلامية. أشكرك. معنا في الاستوديو وائل الفطوش الإعلامي الرياضي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم.